عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحلقه جديده وقناتكم اشرب كوره. حاله غريبه انتابت كبار المسؤولين عن الكره المصريه وعن مؤسسات كبيره داخل مصر امثال النادي الاهلي ونادي الزمالك. هذه الظاهره اذا استمرت هتاثر بالسلب على مستقبل الكره المصريه في الفتره القادمه. نروح على طول لاستقاله المستشار القانوني الخاص بالنادي الاهلي المستشار محمد عثمان، وعندما سئل ليه قدمت استقالتك قال عشان اتفرغ بالرد على المستشار مرتضى منصور وعلى اتهاماته ليا وعن سبه وقصفه لي ولعائلتي. كمان الغريب في الموضوع ان المستشار محمد عثمان رد بنفس الاسلوب اللي بينتهجه المستشار مرتضى منصور، والمستوى المتدني من الكلام والالفاظ، كلام من السبعينات ومن الستينات ومن الثلاثينات وايام ما كان في الجامعه وايام ما كان في السجن وايام ما كان معتقل. ما اظنش ان الحاجات دي كلها هتفيدنا احنا كناس مهتمه بالكره او مهتمه بالرياضه وحابه كره القدم ان هي ترجع. انا في الناحيه دي انا مش عارف هل الوم المستشار محمد عثمان على ان هو رد ووصل للمستوى المتدني ده من الردود ومن الكلام وان لسه بيقول ان في مفاجآت تانية، ولا اقول له برافو عليك انك ابتديت او لقينا حد يرد بنفس الاسلوب بتاع المستشار مرتضى منصور وهو الزعيق والسب والقصف ورمي الاتهامات. كمان المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك محسن حافظ سمعنا عن خلافات بينه وبين المستشار مرتضى منصور، وده كمان خلاه يطلع الفترة الأخيرة ويظهر ويكون موجود وسط الناس زي ما بيقولوا كده، يزيد في الزيطة مع الناس اللي هي طالعة، سواء المستشار محمد عثمان أو حتى قناة النادي الأهلي اللي ابتدت تظهر بشكل جديد وابتدت ترد بأسلوب جديد وتنتهج نفس المنهج اللي بتنتهجه قناة الزمالك ورئيس نادي الزمالك. أنا مش عارف ألوم على الناس دي كلها، سواء محسن حافظ المستشار القانوني لنادي الزمالك السابق اللي ابتدى يتكلم عن نادي الزمالك وعن المستشار مرتضى منصور وعن أعمال السحر اللي بيعملها وعن أسراره وعن عرضه وبيته. الدنيا هتوصل لفين؟ هنوصل لفين بالكرة المصرية؟ رد قناة النادي الأهلي وكلامها أمس أو حديثها أمس مع كابتن سعد حفيظ كلام كتير ما عجبنيش، على قد ما فيه كلام عجبني. مش هو ده اللي أنا منتظره أو مش هو ده اللي احنا كنا بنشاهده أو بنستمتع بيه من إدارة النادي الأهلي أو من المسؤولين في إدارة الأهلي، من كلام واعي وكلام راقي وكلام ليه قيمة وكلام يعرفك قد إيه النادي الأهلي شأنه كبير. للأسف وصلنا لمرحلة ان احنا بقينا نرد بنفس الاسلوب المتدني والكلام البذيء وبعض الالفاظ الغير لائقة ان هي تتسمع على قنوات التلفزيون. مش عارف هل الوم الناس دي ان هي ردت بنفس الرد بعد سكوت سنين وسنين، ولا ألوم على المسؤولين اللي هم وصلوا الناس لكده. لما الاقي حد بيشتم وبيسب وبيجيب في اعراض الناس من 30 سنه من ساعه ما اتولدت وانا بشوف مرتضى منصور بيتكلم او مستشار مرتضى منصور بيشتم وبيسب ومفيش رادع، ما شفتلوش حد بيحاكمه او بيحاسبه، طبيعي ان الناس توصل لمرحله خلاص هي هتنفجر وهتعمل زي ما هو بيعمل بالظبط. مين المسؤول عن ده؟ هو هنوصل بايه؟ هنوصل لحد فين بكرة القدم المصرية لما الحال يبقى كده واساسا مفيش كورة ومفيش جمهور؟ امال هيبقى ايه لما لما يبقى فيه جمهور يبقى فيه كوره؟ طول ما الموضوع ده شغال او طول ما المواضيع الساخنه دي شغاله والشتائم والسب والقصف وكل واحد بيكشف للتاني اللي يعرفه عنه، كره القدم مش هترجع ومش هتدوم. كمان ما تلوموش على الجماهير الصغيره الواعيه، الشباب اللي عنده 16 سنه و15 سنه و17 سنه و20 سنه ايا كان، حتى لو عنده 30 و40 سنه، ما تلوموش الناس دي لما تغلط او تطلع تشتم في بعض على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى تويتر ويغلطوا في بعض. ما تلومش الناس دي لما تخش الملعب وتكسر وتحدف كراسي وتشتم في لعيبه وفي مسؤولين، لان هم لما بيشوفوا القدوه بتاعتهم بتتكلم او بتتعامل بالاسلوب ده يبقى هو اكيد هيعمل نفس اللي هو بيعمله قدوته. ربنا يسترها علينا الفتره الجايه وعلى الكره المصريه. لابد من حساب رادع لكل من يسيء للكره المصريه، لكل من يخرج لفظ بعيدا عن الكره وعن الرياضه وعن الاخلاق الرياضيه. كمان الصحفي
اللي بيستضيف سواء المستشار محمد عثمان او حتى المستشار محسن حافظ بتحس ان هو عايز يولع الموضوع زياده عن اللزوم. حتى لو انت عندك خصام او عندك موضوع شخصي بينك وبين المستشار مرتضى منصور لازم تتجنبه تماما لما تكون بتعمل او بتكون بتقدم دورك الاعلامي. دايما بيسال اسئله ملهاش علاقه بالكوره. طب قول لي موضوع بتاع البت الفلانيه، قول لنا موضوع باب الشعريه، قول لنا موضوع السجن، قول لنا موضوع البسكليته، قول لنا موضوع مش عارف ايه. كل المواضيع اللي انت بتحاول تعرفها او تعمل بيها ضجه مش هتفيد الكوره المصريه بحاجه. ارجو ان انت تركز في عملك الاعلامي، تتكلم عن الكوره، تتكلم عن الحاجات اللي تخص الكوره، واي حاجه تانية هتعمل مشاحنات بين الناس وبين الجماهير وبين الانديه بلاش تذكرها. كمان نروح ل تقدم المستشار القانوني للنادي الاهلي ببلاغ للنائب العام، ب3 بلاغات للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته، وقال الاهلي ان نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك مستغل قناه نادي الزمالك كمنصه لمهاجمه النادي الاهلي وسبه وتمديد الاتهامات الباطله دون رادع. كمان على خلفيه بلاغ النادي الاهلي النائب العام ضد قناه نادي الزمالك بلغ او تقدم بشكوى نادي الزمالك للمجلس الاعلى للاعلام ضد قناه النادي الاهلي، واعلن الزمالك عبر حسابه الرسمي ان نادي الزمالك تقدم ببلاغ للمجلس الاعلى للاعلام للانحطاط اللي بيقدمه قناه الاهلي، وان هو بيأجر او مأجورين استضاف مأجورين، ويقصد بده محسن حافظ المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك. نروح ل إصابة أو خبر حزين، وهو إصابة بنت الكابتن خالد الغندور بكورونا، وده اللي خلاه ما يطلعش النهارده على شاشات التلفزيون. ربنا يا رب يشفيها له ويعفو عنها، ويا رب تفك الغمة عن مصر كلها. كمان غرم نادي الزمالك اللاعب محمد عنتر والونش عشان لعبوا مباراة خماسية، غرم كل واحد 300,000 جنيه للعب مباراة خماسية في إحدى التجمعات. كمان قال رئيس نادي الزمالك ان موعد تجديد عقد باتريس كارتيرون هيكون يوم السبت المقبل. نروح بقى الخبر او لتصريح اللاعب احمد بلال اللي هو دايما بيطلع لنا تصريح كل فتره كده يعمل بلبله ويعمل مناوشات بين جماهير الكره المصريه. كلنا فاكرين التصريح اللي كان قاله قبل كده في بطوله منتخب مصر، وكان تصريحه ان مصطفى محمد لاعب عادي، مع اننا احنا كجمهور سواء اهلي او زمالك او جمهور مصري عارفين ان اللاعب خامه كويسه وان هو مستقبل نادي الزمالك ومستقبل منتخب مصر. طلع بتصريح جديد وقال ان على النادي الاهلي او على اداره النادي الاهلي سرعه اتخاذ القرار في التعاقد مع فرجاني ساسي اللي هو هيكون بعد شهور قليله هيكون فري. عايز اقول له كابتن بلال هاخدك شويه كده او هاخدك 5 دقايق كده على جنب، وعايز اقول لك انك مفيش واحد في مصر او مفيش واحد في النادي الاهلي مش متفق على ان وليد ازارو لعيب كبير وعنده مجهود وفير، لعيب بيتحرك، لعيب نفسه ياخد فرصه. في ناس كتير نفسها ان وليد ازارو يرجع تاني وياخد فرصه ويلعب مع النادي الاهلي، ورغم كل ده فايلر قال عليه ان هو مستواه لا يرتقي باللعب مع النادي الاهلي او مع فكرتي انا كمدير فني او مع فكري كمدير فني. كمان لاعب تاني لا يختلف عليه 2 في مصر سواء من مهاراته او ان هو اللاعب يقدر يوصلك للجون في لحظات، وهو اللاعب صالح جمعه. قال فايلر بعيدا عن ان هو سلوكه او اخلاقه مش منضبطه، ولكن ما عندوش مجهود وفير، ما بيبذلش مجهود داخل الملعب، يعني بمعنى صح ما بيعرقش وهو بيلعب كوره، وده سبب كافي يخليه ان فايلر ما يفكرش فيه ويفكر ان هو يستغنى عنه. كمان هنروح النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان بيعتمد على مين في نص الملعب، كان بيعتمد في البدايات مع حمدي فتحي وعمرو السولية 2 سواء ادائهم الهجومي او واجباتهم الهجوميه والدفاعيه كانت متوازنه، مفيش حد كان بيعمل حاجه على حساب الحاجه الثانيه، محدش كان بيعمل اداؤه الهجومي على حساب اداؤه الدفاعي والعكس صحيح. كمان لما صاب حمدي فتحي والنادي الاهلي اعتمد على اليو ديانج
نفس الفكره هتلاقي ان اليو ديانج وعمرو السولية الاثنين خط نص محطه قويه جدا، بيعملوا دورهم الدفاعي والهجومي على اكمل وجه. بتلاقي ان اليو ديانج بتلاقيه اول واحد قبل المدافعين، وبتلاقيه بيهدف. نفس الفكره عمرو السولية، لما ده بيطلع ده بيغطيه، ولما ده بيطلع ده يغطيه. عكس تماما فرجاني ساسي على قد ما هو لاعب كبير وعنده امكانيات، ولكن اداؤه الهجومي طاغي على اداؤه الدفاعي، وده اللي بيخلي نادي الزمالك ينكشف لما يكون طارق حامد غايب، لان طارق حامد هو الستاره بتاعت فرجاني ساسي، وهو اللي بيغطي عليه او ستر وغطى على فرجاني ساسي. فرجاني ساسي اداؤه الهجومي دايما بيبقى اكتر بكتير من اداؤه الدفاعي، بيهمل جدا في اداؤه الدفاعي، ما عندوش وده دليل ان هو مجهوده مش وفير، ودي من ضمن الحاجات اللي فايلر ما بيحبهاش. على ما اظن يا كابتن احمد انت ما درستش كويس موضوع فرجاني ساسي، لانك لو درست موضوع فرجاني ساسي كويس او فعلا كنت بتقول كده عشان خاطر هو لاعب مهم، حضرتك اكيد كنت تقول كلام تاني. انا على ما اظن انت قلت التصريح ده عندن او يعني غيظا في نادي الزمالك. نروح لأخبارنا العالمية، وعندنا خبر عالمي بيقول إصابة اللاعب جاريث بيل بإصابة وهي حمل زائد في العضلات. كمان بايرن ميونخ قتل أحلام فرانكفورت وتأهل لنهائي كأس ألمانيا. كمان برشلونة بيسعى لتجديد التعاقد مع ميسي وتريجشتيجن، وفي خبر إن تريزيجيه بيسجل هدف الفوز على ليستر سيتي في مباراة ودية. بكده نكون خلصنا النهاردة، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير للفيديو عشان ده بيفرق معانا كتير. كمان صفحاتنا الفيسبوك والتويتر والانستجرام والمدونة الرياضية كل ده موجود في الوصف. أرجو المتابعة. الصفحات إن شاء الله هتلاقوا فيها الجديد دايما وهتلاقوا فيها اللي بتدوروا عليه.